حصل لك قبل كده ان انت كنت متوقع ان حاجة وحشة تحصل لك وكنت متأكد ان هي هتحصل ومع ذلك ما حصلتش؟ عمرك بصيت ورا وقلت الحمد لله انها جت على قد كده؟ عمرك اتأخرت عن حاجة وزعلت بعدها واكتشفت ان التأخير ده كان نجاة؟ عمرك حسيت ان ربنا بينقذك بهدوء من غير ما يحسسك ولا يخوفك ولا يهزك؟ طيب اسمعني كويس، دي مش صدفة، لأن اسم الله اللطيف هو الاسم اللي لو دخل قلبك بجد هيريحك من سؤال ليه ده حصل، وهيريحك من وجع هو الأحداث دي حصلت ليه، هيريحك من تفكير زيادة، وهتفهم إن ربنا شغال في حياتك بيظبطها وبيعدلها حتى لو انت مش فاهم. اسم الله اللطيف مش اسم عادي، لأ، اسم عميق جدا، اسم بيعلمك ان ربنا بيصلح حتى وانت نايم، وبيحميك حتى وانت مش واخد بالك، وبيغير الاتجاهات وانت فاكر ان انت ماشي عادي. يعني ايه اللطيف؟ اللطيف يعني الذي يصل اليك بلطف من غير ان تشعر، يقضي عنك الحاجات الدقيقة اللي انت اصلا مش عارف تطلبها، يعني يحس بيك كده من جواك ويعرف انت عايز ايه ويعمله لك. اللطيف يعني اللي بيدخل جوه التفاصيل الصغيرة اللي محدش شايفها ويعالجها بهدوء من غير وجع ولا صدمة ولا مشكلة. البشر لما بيجوا يغيروا حاجة فيك بيكسروك، لما يجوا يصلحوا فيك حاجة بيوجعوك، ولما بيمنعوا عنك حاجة بيقسوا عليك. لكن لما ربنا بيمنع بلطف، ولما بيأخر بلطف، ولما يبعد عنك حاجة وحشة بيبعدها بلطف حتى لو انت زعلت في الأول. اسم الله اللطيف بيقولك أنا شايفك وانت مش قادر تشرح، أنا فاهمك وانت متلخبط، أنا حاسس بيك وانت ساكت، أنا عارف الوجع اللي مستخبي جوه قلبك ومش محتاج ان انت تحكيه لحد. الله لطيف بعباده، يعني هو حواليك، جواك، معاك. اسم الله اللطيف بيعالج 3 أوجاع خفية. أول وجع الأسئلة اللي ملهاش إجابة، ليه حصل كده؟ ليه راحت مني؟ ليه اتخذلت؟ ليه كان قريب قوي وبعد؟ اسم الله اللطيف بيقولك مش كل حاجة ينفع تفهمها دلوقتي، بس كل حاجة بتحصل كانت برحمة، حتى الحاجة اللي وجعتك. تاني وجع القسوة على النفس. في ناس بتجلد نفسها طول الوقت، بتلوم نفسها، بتحاسب نفسها، بتقسى على نفسها. اسم الله اللطيف بيعلمك ان ربنا بيعاملك بلطف، فليه تعامل نفسك انت بعنف؟ ربنا مش بيكسر عبده عشان خاطر يربيه، ربنا بيلطف بيه. تالت وجع الخوف من اللي جاي، لان اللي فاهم اسم الله اللطيف هيعرف ان اللي جاي حتى لو مجهول فهو مدار بلطف. ليه اسم الله اللطيف مهم في رمضان؟ رمضان شهر اللطف، ربنا بيقرب منك اكتر، وهو حقيقي موجود طول الوقت وقريب طول الوقت، بس انت في رمضان بالذات بتحس بقربه اكتر. بتلاقي دمعتك عشان اتأثرت وانت بتقرأ قرآن او بتذكره بتنزل فجأة، تلاقي قلبك يهدى، تلاقي حاجة عادة كنت متضايق منها تلاقي نفسك خلاص تخلصت منها، وجع كان دايما موجود تلاقي نفسك خلاص فقت منه وبقيت كويس. دي كلها مش مصادفات، دي لمسات اللطيف. رمضان بيعلمك ان التغيير مش دايما لازم يكون صدمة، ممكن يكون طبطبة، ممكن تلاقي نفسك بقيت اقوى، تلاقي نفسك هادي اكتر، تلاقي نفسك اتعلمت ازاي تبقى اقوى. طيب ازاي اتعبد باسم الله اللطيف؟ اول حاجة لما تدعي اطلب اللطف قبل الحل، قول يا رب الطف بيا في اللي جاي، الطف بقلبي، الطف بيا في قراراتي، الطف بيا وانا بتغير. تاني حاجة لما تتوجع يعني ما تتهمش ربنا، قول اكيد في لطف مستخبي انا مش شايفه. تالت حاجة خليك لطيف مع نفسك ومع غيرك، اللي عرف ربنا اللطيف
ما ينفعش يبقى قاسي مع نفسه، ما ينفعش يبقى قاسي مع غيره. رابع حاجة، لما حاجة تروح منك متتعلقش بيها قوي، قول يمكن ربنا اللطيف شالها عني عشان يريحني. خامس حاجة، راقب النعم الصغيرة، لأن اللطيف بيشتغل في التفاصيل. خليني أختم بحاجة لازم تتحفر في قلبك. لو ربنا نجاك من حاجة وانت ما كنتش عارف ده لطف. ولو ربنا أخر عنك حاجة وانت زعلت من ده برضه لطف. ولو ربنا سكتك بدل ما تتهور في موقف، ده لطف. اسم الله اللطيف بيقولك أنا معاك بس بهدوء شديد، أنا موجود معاك على طول، أنا بحميك، أنا بوصلك بس من غير ما أخوفك، لأن أنا اللطيف. خلينا ندعي مع بعض. يا رب يا لطيف، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ألطف بقلوبنا المتعبة، ألطف بأرواحنا المرهقة، ألطف بنا في اختياراتنا، ألطف بنا في القادم، ألطف بنا حتى نرضى. لو الحلقة دي لمستك اكتب لي في التعليقات أكتر لحظة في حياتك حسيت فيها بلطف من ربنا من غير ما تفهمه وقتها.